السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. كنتمنى تكونوا بألف خير وبتمام الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم وصفة من اسرع الوصفات اللي يمكن انكم تحضروها للعشاء وكيحماقوا عليها الوليدات. غادي نحضروا لي بات بطريقة سهلة وما كتاخذش نهائيا الوقت، والاهم انها كتجي بنينة والمذاق ديالها رائع. فعلا كنتمنى انكم تجربوها، وإلا جربتوها غادي تولي معتمدة عندكم. فتابعوا معايا الفيديو الاخير باش غيتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. فاول حاجه كنبداو بها كنديرو هنا الماء كيغلي. من بعد ما كيبدا كيغلي كنزيدو عليه معلقه صغيره ديال الملحه فقط. انا ما كنديرش الزيت، تقدروا ديروها يعني الا خفتوا انها تلتصق لكم. ومن بعد غادي نضيف هنا لي بات. غادي تستعملوا اي نوع ديال لي بات كانت عندكم اولا كتعجبكم. كنديرو هنايا العلبه اللي كتكون فيها نص كيلو، هي اللي كتجي يعني عبار في هذاك المول الكبير. فبالنسبه اللي بغى يجرب يقدر يدير غير نصف الكميه صافي. وكنحركوها مزيان ضروري هكا باش ما تلصقش. وهنا في مقله كنديروا كميه ديال الزيت، كنضيف عليها اللحم المفروم اولا الكفته. ممكن طبعا تعوضوه بالطريفات ديال الدجاج اولا لا داند اللي كان متوفر عندكم. صافي كنبقى نحركها باش تفرتت وما تبقاش هكاك مجموعه. غادي نضيف عليها الملحه، وغادي نضيف فص ديال الثوم اللي كنكون حكيته صافي. وكنشحروها مزيان حتى كتشحر. عاد كنضيفوا التوابل، وطبعا على نار اللي كتكون مهيله هكا باش ما تحرقش. وبالنسبه لي باتر من بعد ما كطيب كنصفيها وكنخليها جانبا. ومن الاحسن ما طيبوهاش بزاف باش ما تجيكمش معجنه وتجي بنينه. صافي هنا من بعد ما تشحرات الكفته غادي نضيف عليها هنا علبه ديال الصلصه ديال الطماطم. كندير العلبه كامله، هي غادي تقدني في هذه الكميه ديال لي بات اللي درت. ممكن ديروا مطيشه محكوكه، لكن بهاد لاصوص هذه كتجي بنينه احسن. وغادي نضيف التوابل. عندي هنايا معلقه صغيره ديال التحميره، نصف معلقه صغيره ديال السكينجبير وشويه ديال الفلفله، ومعلقه صغيره ديال الزعتر اللي كيكون مطحون. صافي كنحركهم مزيان، كنخليها غير واحد شويه صافي وكنطفيو عليها، لانه اصلا هذيك لاصوص كتكون طايبه. غير واحد جوج دقائق يتخلطوا المكونات مع بعضياتهم صافي وكنطفيو عليها. وهنا غادي نحضروا صلصه البيشاميل. غادي نحتاج فيها هنا 2 معالق ديال الزبده. غادي نضيف معاهم 2 معالق ديال الطحين اولا الفرينه، وغادي نحركهم مزيان غير بلا ما يتخلطوا، ما يبقاش هذاك الدقيق هكاك مكور صافي. وغادي نبدا نضيف الحليب. الحليب طبعا كنضيفوه يعني على مراحل، نضيفوه تدريجيا هكا باش ما يتكورش، باش لاصوص بيشاميل ديالكم ما يجيش فيها دوك الكويرات الصغار ديال الدقيق. كما كتلاحظوا راه كنضيف وكنحرك، وطبعا النار كتكون مهيله. وبالنسبه للحليب راه استعملت نصف لتر كامل، يعني هاد الكميه هذه ديال البيشاميل كتجي هي هذيك في هاد الوصفه هذه. صافي انا كملت خويت الحليب كامل وغادي نحرك مزيان، يعني كنبقاو نحركو ضروري باش ما يبقاولناش هذوك الكتل حتى كتعقد. وهنا غادي نضيف عليها شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار اولا الفلفله، وشويه ديال الزعتر اللي كيكون مطحون صافي. وكنحرك مزيان. تقدروا طبعا تضيفوا الفرماج في هذه المرحله بالنسبه اللي كيبغي البيشاميل تجي معلكه بزاف. صافي هنا غير كتبدي كتغلي كنطفيو عليها البوطه، ما نخليوهاش تغلي بزاف حيت اصلا غادي تعقد في الفران. صافي انا عندي لي بات من بعد ما طابت وصفيتها. غادي نضيف عليها هذيك لاصوص اللي صاوبنا ديال الكفته والصلصه ديال الطماطم. كنضيفوا هذيك الكميه كامله، وغادي نضيف هذيك لاصوص بيشاميل وكنخليو واحد شويه يعني واحد الكميه قليله باش نزيدوها من الفوق. كما كتلاحظوا درت وخليت واحد الكميه صغيره صافي. وغادي نحرك مزيان حتى هذوك المكونات كاملين غادي يتخلطوا. وغادي نضيف هنا الجبن اولا الفرماج محكوك النوعيه اللي كانت عندكم. انا هنا خلطت بين الفرماج احمر والموتزاريلا صافي. كنضيف وكنحرك مزيان. وبالنسبه للفرماج راه ضروري في هذه الوصفه هذه، راه هو اللي كيعطي هذيك التعليكه. والخليط ما بين الصلصه ديال البيشاميل والصلصه ديال الطماطم كيجي بنين بزاف.
يعني احسن من انكم ديروها غير بلا صوص بيشاميل بوحدها. صافي من بعد ما خلطت مزيان كما كتلاحظوا يعني تعلكت. وانا خديت المول، هنا عندي المول الكبير دهنته بالزبده هكا باش ما تلتصقش، وكنخوي فيه الكميه كامله. طبعا هذا المول يعني راه كيهز هذيك الكميه كامله، يعني نص كيلو ديال لي باط كتجي هي هذيك. صافي غادي نحاول نسرحها ونساوي الوجه ديالها هكا باش يجي الشكل ديالها زوين، بلا ما نضغطوا عليها بزاف، يعني غير كنساويو الوجه فقط. ومن بعد غادي نجيب هذيك الكميه اللي كنت خليت ديال الصلصه ديال البيشاميل وغادي نديرها هنا على الوجه. طبعا الا شفتوها عقده تقدروا تسخنوها واحد شويه وتزيدوا عليها شويه ديال الحليب هكا باش تجيكم سهله، يعني باش تسرح معكم بسهوله. صافي غادي نساويها على الوجه كامل. هي اللي كتعطي هذيك القشره الفوقانيه كتجي محمره ومقرمشه. ومن بعد غادي نضيف هنا كميه ديال الفرماج اللي كانت بقالي. كما ذكرت انا خلطت بين جوج ديال الانواع كانوا متوفرين عندي، نتوما ديروا اي نوع كاين عندكم اولا اي نوع كيعجبكم. صافي وكندخلوها الفران اللي كيكون طبعا سخون من قبل. كنخليوها تقريبا واحد الربع ساعه حتى 20 دقيقه كتكون واجده. راه ما كتاخذش نهائيا الوقت في الفران حيت اصلا يعني كلشي فيها طايب، غير هذاك الفرماج اللي درناه يذوب وتحمر. انا كيعجبني صراحه الوجه ديالها يجي محمر مزيان. صافي وكنخرجوها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه اللي حضرت معكم اليوم. هنا من بعد ما خرجتها من الفران كما ذكرت معكم انا كتعجبني كتجي محمره، كنخليها تحمر مزيان. هنا راه باقا سخونه، غادي نقطع معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. فعلا وصفه اكثر من رائعه، كنتمنى انكم تجربوها. كتجي بنينه بزاف وخفيفه هكا للعشاء. انا متاكده الا جربتوها غادي توليو مدمنين عليها وغادي تولي الوصفه المعتمده عندكم. كما كتلاحظوا راه كتقطع كتجي شاده راسها، خصوصا الا خليتوها تبرد واحد شويه. وكما كتلاحظوا هذيك الطبقه اللي درنا الفوق ديال لاصوص بيشاميل مع الفرماج كتجي معلكه. فعلا كنتمنى انكم تجربوها، وصفه كتستحق التجربه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. الى عجبكم ما تنساوش تخليو لي لايك للفيديو فقط من اجل التشجيع. تبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم هكا باش تعم الفائده. شكرا جزيلا على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.